السلام عليكم، مساء الخير. إن شاء الله اليوم راح نعمل مع بعض كعك العيد، كعك الأساور. عندي هنا 6 كاسات طحين، أضفت عليهم كاستين كبار من السميد الناعم أو السميد الخشن بصير، كوب كبير من السكر المطحون، أضفت عليه معلقة صغيرة من المستكة طحنتها مع السكر. عندي هون معلقة كبيرة من المحلب المطحون، أضفت عليهم معلقة كبيرة من اليانسون المطحون، وهون اختيار، بتحب تحطي شومر، بتحب تحطي دقة الكعك اللي انتي متوفر عندك بتحطيه. أضفت هون كمان معلقتين صغار من البيكنج باودر. أنا ما بضيف الخميرة، بضيف البيكنج باودر. هلأ ببس كل المواد الناشفة بخلطها مع بعض حتى تتجانس. بعدين بضيف عليها الدهن اللي أنا حضرته. هلا راح أضيف هون السمنة. أنا استخدمت هون السمن الحيواني، سيحتها على الميكروويف لأنه بدي إياها دافية. إذا كانت سخن كتير راح يطلع معاكي الكعك قاسي ومو طري. وأضفت عليه نص كوب من الزبدة كمان، أنا دوبتها على الميكروويف، خليتها يعني دفيتها وبعدين أضفتها. هلا هون راح أبس المواد مع السميد والطحين حتى يتشرب الطحين والسميد المواد الدهن اللي أنا حطيتها، اللي هي كوب من السمن الحيواني. أنا استخدمت هون السمن الحيواني، فيك تستخدمي السمن النباتي. وأضفت معاه كمان الزبدة. فهلأ هون بضل أبس فيهم لحتى يتشرب كمية الدهن اللي أنا حطيتها. هون هاي العجينة كتير سهلة، راح أعجنها وهلأ بفرجيكم. بريحها نص ساعة وببلش أشتغل فيها. هلا هون عندي للعجن 2 كوب حليب دافي، يعني اللي إصبعك يتحمل حرارتها، لأنه كتير داف، ما بدي أعمله أنا هون سخن. ممكن ما أستخدم أنا هون كل الحليب. شوفي هي هيك لميت كل العجينة بالحليب اللي أنا اكتفيتها تقريبا، استخدمت كوب ونص، النص التاني ما استخدمته. هي هيك بضل أعجن فيها، مش تعجين كتير، يعني تكون معك طرية حتى تعرفي تشتغلي فيها. هيك ضليت أعجنها لحتى صار معاي قوام العجينة باللي أنا بدي. شوفي هون ضل معاي تقريبا ربع كوب أو نص كوب، أنا ما استخدمته بالكامل. هلا هون ريحت العجينة، بعد ما خلصت ريحت العجينة نص ساعة وبلشت أشتغل فيها. أخذت كمية من العجين قطعتها قطع صغيرة، يعني حاولت إنها تكون متساوية شوي. عندي أنا التمر طبعا هون كنت مبزره ومجهزه، وأضفت عليه دقة الكعك وهيل مطحون معلقة كبيرة، وقرفة مطحونة كمان معلقة كبيرة، وأضفت عليه معلقتين سمن كبار. فيك تضيفي زيت زيتون أو سمن نباتي أو زبدة المتوفر عندك. هلا هون أنا جهزت مع الكعكة، بس عن جد ما شاء الله يا بنات يا صبايا حلوين، العجين كتير طري. عادي فيك تشيل الزوائد اللي بتشوفيها هيك شوي فاضية، عادي بشيلهم أنا وبحطهم لجنب وبرجعهم على العجين. يعني عن جد العجين كتير كتير سهلة وحلوة. وعملتها هاي هون ما شاء الله خلصتهم هون. هلا وديتهم طبعا على الخبيز، فرني حامي، حطيتهم تقريبا 7 دقائق، ما طولوا كتير. وهيهم هون جهزتهم، وصحتين وعافية، وكل عام وانتم بخير. وجربوها وإن شاء الله إنها تكون تعجبكم. ولا تنسونا من اللايك والشير وتفعيل كل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد من القناة.